ازيكم؟ معاكم احمد صالح من ريبتايل فيتنس. طبعا في ناس اصدقائي يعني كانوا مستغربين قوي الباك جراوند الخضراء، فجبت تقريبا باك جراوند اغرب. فيعني ايه، خلينا نغير بشكل شويه. النهارده هنتكلم عن المصباح السحري بتاع اللعبه وبتاع الجيم وبتاع البودي بيلدينج بتاع الاثليتس عموما. يعني ايه مصباح سحري؟ يعني حاجه انت فاكر ان هي هتطلع لك، هتحقق لك كل ما تتمناه، تخليك تشيل اوزان تقيله ويبقى عندك باور اكتر وما تلحقش على العضل وهكذا. فالنهارده باختصار هنتكلم عن السبلمنتس. نقسم الموضوع على 3 اجزاء. هنقول يعني ايه سبلمنتس، وهل هي وهم ولا حقيقه، وايه المهم فيهم من وجهه نظري ومن اللي انا درسته. ايه هي السبلمنتس دي؟ هي حاجه انت بتدخلها من بره، بتدخلها لجسمك عشان جسمك عنده نقص فيها. يعني انت عندك نقص في البروتين مش عارف تجيبه من الاكل فبتاخد بروتين، عندك نقص من الكرياتين او عايز تزود الباور بتاعك شويه بتاخد كرياتين، عندك نقص في ان انت عايز تفوق فبتاخد كافيين، وهكذا في المعادن وهكذا في الفيتامينز وهكذا في كل الكلام ده. اي حاجه عندك نقص فيها تاخدها من بره عشان تكمل جسمك بيها، فتعرف يبقى عندك طاقه اكتر او باور اكتر عشان تعرف تكمل الرياضه اللي انت بتلعبها. مين بياخد المكملات؟ يا اما حد رياضي، يعني حد بيروح الجيم فمحتاج مكمل عشان حاجه معينه، او ممكن حد كبير في السن برضه ممكن ياخده عشان يكمل حاجه معينه، او يكون حد عادي بس عنده نقص في ماده معينه فبياخدها من بره عشان تبقى صحته كويس. طيب هل السبلمنتس وهم ولا حقيقه؟ من وجهه نظري انا هي الاثنين. طب ازاي؟ يعني ايه الاثنين؟ يعني باختصار كلنا بنحب قصه ان احنا ندخل حاجه من بره فتدينا باور او تفوقنا او تخلينا اقدر اشيل اوزان اكتر، او العضل يكبر بصوره اسرع. ده طبيعي، يعني طبيعي ان انا البروتين شيك واعمل الحركه دي واشرب الشيك بحس ان انا بقى عندي سوبر باورز. طبيعي ان انت تحب ان انت تاخد سكوب الكرياتين تقوم ضاربها واخد بعدها ميه. الشكل ده اصلا الناس بتحبه، يعني بعيدا عن الفعاليه بتاعته او فعلا ايه اللي هيحصل في جسمك، انت بتحب الشكل ده. في جزء نفسي كبير جدا، فزي ما كنا بنقول احنا كلنا بنحب الاحساس ده. يعني ايه؟ يعني تاخد حاجه من بره او تاخد مثلا كافيين سبلمنت يعني، او حتى لو قهوه تحس بالفوقان، يعني بتحب الاحساس ده. تحب تاخد مثلا كرياتين فتخش تحس ان انت عندك شويه باور. تحب مثلا تاخد بري ورك اوت بيديك شويه حراره فتحس ان انت سخنان. كل الناس بتحب الاحساس ده. طيب انا ليه بقول ان هي فيها جزء كبير من الوهم؟ خلينا صراحه، خلينا متفقين. القهوه، الشاي، الخل، الدقيق، كل الحاجات الغذائيه بتتغش. طب ما بالك بالمكملات اللي هي الناس بتعتبرها اصلا رفاهيات او مش سلعه اساسيه؟ فهي بتتغش، كتير منهم قوي بيتغش. فبالتالي انا ممكن اخد حاجه تبقى هي عباره عن هواء بس برضه احس ان انا خدت حاجه فتديني حماس اكتر، اخدها الاقي نفسي اسرع، الاقي نفسي اقوى، اشيل اكتر. هي بتديني برضو نوع من الحماسه حتى لو هي بتلعب على الحته النفسيه فقط لا غير. طيب لو انت بقى خدت الحاجه دي فعلا حقيقيه، لا فعلا هتلاقي تاثير. بس امتى تلاقي تاثير قوي او تاثير عالي نسبيا؟ لو انت فعلا جسمك محتاج الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مش كلنا اجسامنا زي بعض. انا جسمي في مستقبلات غير جسمك غير جسم حد تاني. انا جسمي ممكن يكون عنده نقص من ماده معينه، لما ادخلها استفيد منها بنسبه 80 90%. حد تاني يكون جسمه اصلا عنده الماده دي كفايه جدا عنده، فلما ياخد نفس الماده دي يستفيد منها بنسبه 10 او 20%. فمش كلنا زي بعض. طيب ايه المهم في المكملات من وجهة نظري الشخصية؟ طبعا البروتين ده اشهرهم على الاطلاق، بس انا برشح في المقام الاول الكرياتين. ليه الكرياتين؟ هو اكتر حاجه معمول عليها دراسه، حاجه مش غاليه يعني تقدر تاخدها على طول، وحاجه ما فيهاش اي نوع من الضرر. طيب وايه فوائده؟ هو بيديك ماسل انديورنس، يخلي عندك قوه تحمل اكتر. لو انت مثلا داخل بتشيل في العادي مثلا بوزن معين 10 عدات، لا ممكن تجيب 11 عده او 12 عده. حاجه ثانيه ان هو بيسرع انشاء الاي تي بي. ايه الاي تي بي ده؟ دي الحاجه اللي بتديك البوش اللي في الاول اللي انت بتقدر تعمل بيها اول عده او اول عدتين. يعني انت لما تيجي تريح ما بين مجموعه والتانيه وتيجي تبتدي المجموعه الجديده، اول طلعه دي بتحتاج حاجه اسمها اي تي بي، عشان دي الحاجه اللي بتديك القوه في بدايه المجموعه. فايده من فوائد الكرياتين كمان هو بيدخل نسبه من الميه جوه العضله نفسها، فانت اصلا بتروح الجيم عشان الشكل الجمالي في المقام الاول، يعني بيخلي شكل العضله احلى بعد ما بيدخل نسبه من الميه، فبيدي شكل العضله اكبر شويه او بيبين ان هي شكلها احلى شويه. جرعه الكرياتين ايه اللي ممكن تاخدها؟ من 2 3 جرام لحد 5 جرام في اليوم. طيب تاني حاجه ايه في السبلمنتس؟ هو طبعا البروتين. انت كده كده اصلا يعني اهم تقريبا ماده بتستخدمها او بتحتاجها عشان تكبر عضلاتك هي البروتين. هي دي الحاجه البناءه اللي لما بتدخل جسمك بتشتغل على طول دايركت على العضل. فالبروتين ده من اهم الحاجات. هو اول حاجه هو شيء طبيعي ان هو بيتعمل من الالبان او من اللحوم، بقى في انواع برضو من اللحوم، بس هو في الاخر الى حد ما حاجه طبيعي يعني مش ملعوب فيها كتير.
الجرعه ممكن تبقى من 1 سكوب ل2 سكوب يوميا، طبعا على حسب يعني جسمك في الاخر. طيب من فوائد البروتين برضه ان هو بيكمل البروتين انتاج بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت المفروض دلوقتي ليها حسبه معينه هنبقى نتكلم عليها في فيديو تاني منفصل. انت دلوقتي مثلا المفروض تدخل جسمك 100 جرام بروتين في اليوم، طب السكوب دي فيها 25 جرام، يبقى انت هتجيب 75 من الاكل اليومي بتاعك، وما قدرتش تكمل ده الباقي من الاكل، هتقوم واخد 25 جرام من السكوب بروتين، يبقى انت كده كملت ال 100 جرام بتاعك، يبقى انت كده ماشي صح. طيب رقم 3 هو الكافيين. الكافيين المادة متعارف عليها جدا طبعا، بس هي في الاخر على حسب. انا دلوقتي راجل بشرب قهوه كتير، لو خدت كافيين سبلمنت مش هيحوق فيا زي ما هيحوق حد ما بيشربش قهوه خالص. طيب الكافيين ده ممكن تاخده من القهوه، ممكن تاخده من سبلمنت باودر، ممكن تاخده من سبلمنت يبقى تابلتس او حبوب. ليه ما بنصحش بيه ان هو يبقى ديلي؟ عشان ما تتعودش قوي عليه. فدايما خليه لو انت مثلا هتصحى الصبح تلعب تمرين الصبح وانت لسه جسمك ما فاقش، مش في احسن حالاته، ممكن تاخد كافيين سبلمنت. اول حاجه. الثانيه ايه؟ في اتقل تمرين عندك في الاسبوع 90% تبقى تمرينة الرجل، فممكن تاخده فعلا قبل تمرينة الرجل، بيديك بوش وباور وفوقان زياده قوي قبل التمرينه الثقيله بتاعتك. ده رايي الشخصي بثلاثه شورت ليستد سبلمنتس قوي. يعني في حاجات كتيره جدا جدا جدا، في امينو اسيد، في بيتا الينين، في حاجات كتير قوي، لا يعني لو قعدنا نعدهم مش هنخلصهم. باختصار هقول لكم نصيحتين على موضوع السبلمنتس ده. اول حاجه، لو انت لسه بادئ في الجيم ما تحطش في دماغك ان انت لما تروح تدخل محل السبلمنتس وتشتري شوال فيه كل حاجه في الدنيا فانت هتطلع الناحيه الثانيه تبقى بيج رامي. لا، ما بيتمش كده خالص. ما تخليش دايما اعتمادك على حاجه خارجيه. انت دلوقتي لسه داخل حاجه جديده خالص، جرب الاول، حبب نفسك في اللعبه، حبيتها موت نفسك وقت اخرك فيها. بعد 3 شهور 6 شهور حسيت ان انت وصلت للي انت عايزه، او حسيت ان انت ده اخر جسمك، ابتدي دخل حاجه بسيطه واحده بواحده. لكن ما تروحش اول ما تبتدي الجيم اول يوم جيم تقوم داخل دافع الاشتراك وتقوم طالع على المحل بتاع السبلمنتس تقوم شاري شوال وانت كده فاكر ان انت كده تمام. لا، انا ما بنصحش بالحركه دي خالص. تاني حاجه، هتاخد سبلمنت لازم تبقى انت عارف ان انت جايب الماكسيمم بتاعك في التمرين. يعني ايه؟ يعني ما اكونش داخل بتدلع، او انا شايف ان انا مثلا اقدر اشيل 10 فهشيل 7 عشان اقدر اكمل المجموعه، وبعد كده اقوم مدخل كرياتين فاقول ده هيديني باور اللي يخليني اجيب ال 10 عدات. لا، مفيش حاجه اسمها كده. انت هتموت نفسك الاول وتجيب اخرك خالص في التمرينه بتاعتك، وبعد لما تبقى جايب اخرك لما تاخد السبلمنت هيفرق معاك بقى في الاخر خالص. طيب ده باختصار كده كلمتين بساط عن السبلمنتس. طبعا اي حاجه بقولها بتبقى بناء على اللي انا اتعلمته وتجاربي الشخصيه ورايي انا الشخصي في الاخر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.